السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفاش راكم حباباتي؟ كيفاش راكم خياتي؟ مرحبا بكم في قناتي اللي كنت غايبة بزاف عليها. اسمحوا لي بزاف، لاني هذا الغياب راه طول عليكم، وانا كنت ماذا بيا يعني نحضر ندخل القناة، بصح الله غالب ظروف اقوى مني. يجي نهار وين نحكي لكم ظروفي. اليوم جبت لكم حباباتي في نقالوا الناس زمان، اللي هي الوقفه اللي كنتوا تحبوها بزاف وتحبوا كي يعني نهضروا فيها ونشاركوا فيها افكارنا ونشاركوا فيها حكاياتنا وحكايات امهاتنا وجداتنا تاع بكري. اليوم من حكايه ناس زمان كاين حكايه اللي فيها عبره كبيره، ماذا بيا تستفادوا منها. قبل ما ندخلوا في القصه نبداو نحكوا فيها، ماذا بيا حباباتي ديروا لي هذاك الصباع الجميل هذاك اللي تاع اللايك تاع الجنب، باش نعرف بلي راكو وصلكم هذا الفيديو وسمعتوه، وان شاء الله يكون يعجبكم، يكون في المستوى. ما تنساوش حباباتي الاشتراك في القناه دائما ليصلكم كل جديد، وتكونوا عندكم في البيت الثاني ان شاء الله. ندخلوا للقصه جديده تاع قالوها ناس زمان، اللي هي قصه جد مؤثره وجد كما نقولوا اللي يفهمها راح يفهمها ويعرف كيفاش يلخصها في حياته ويقدر يعمل بها. هذه حكايه تاع ام اللي عندها بنتها وعندها بنت زوجتها اللي هي ربيبتها. كانت هذه بنتها دائما كما نقولوا تحرص، كانت تربيهم، يعني هما في زوج تربي فيهم كيما الاخرى بالحسنى والاخرى بالحسنى، بصح دائما تعرفوا قلب اليمات ما على باليش اسكو هي لا كانت تمارسها بكل شفافيه، بصح كانت توصي بنتها تحرص عليها اكثر على بنت زوجها. وكانت كل ما زعما تخدم شغلها ولا تعلمهم الشغل ولا تعلمهم الطياب ولا الاخر، دائما تحرص عليهم، تحرص على بنتها، تقول لها بنتها كوني شاطره وكوني قافزه وكوني كما نقولوا لا تنسى في شغلها ولا في ترتيب دارها ولا في ترتيب هندامها، يعني لبستها واناقتها وجمالها. وكانت هذيك ربيبتها كي تكون تنصح في بنتها ما تكونش هي حاضره، وشنو لا تكون هي تسمع كي نقولوا مور الباب ولا في الشومبره اللي مقابلتها، تسمع كما بالخفيه. وبنتها اللي كانت يعني منكرشها اللي جابتها منكرشها كانت توصي فيها دائما، تقول لها يا بنتي العوله دائما تخطيها في الدار، توجدي كما نقولوا احنا. وشنو هي العوله؟ كانت بكري الناس زمان واش كانوا يديروا؟ كانوا يفتلوا الطعام، كانوا بكري يقشروا الثوم يوجدوه الافونس، كانوا يخبوا الحار الطرشي وجدوه الافونس، الهريسه يخدموها، كانوا بزاف عفايس يديروا. كانوا ميم الحار كما كانوا يديروه كانوا نشفى انايا كانت امي ديروا كما نقولوا دير خيط هكذا بالبره وتيبس منه وترحي منه ودير نتوم. هذا كانوا ناس زمان. انا نشفى جداتي كي كانت تحكي لنا هذه الحكايه، وكانت او ميم طون تحكي لنا وتوصي فينا وناخذوا منها العبره. كانت تقولنا دائما يا بناتي خبوا كما نقولوا احنا زمان الصيف كاين طوماطيش بزاف، طيبي واش طيبتي ورحي واش رحيتي وخبي في كونجيلاتور، خبي تقدري ميم تيبسيها في الشمس وتخبيها كما نقولوا ديريها في المرقه كيما الحار، تقدري تدرسيه وديريه هريسه كيما الطرشي الاحمر هذاك تفوريه وترحيه كيما نقولوا وديريه في بلاصه طوماطيش تعطيك واحد البنه روعه. هكذا كانت هذيك المراه توصي في بنتها، ودائما تقول لها دائما خبي حق الضيف وخبي فراش الضيف، ودائما كوني مستعده الضيف يكون يجيك على غيله. علاش يجيك على غيله؟ باسكو هذا كيما نقولوا الضيف ما عندوش وقت. دوك هذيك كيما هنا في التليفون قولوا له قبل ما تجي للدار عيطنا في التليفون هذا خسرنا كاع طبيعنا، يعني حقيقه صله الرحم راحت. معليش نكملوا في حكايتنا يا حباباتي. كانت مالا هذيك المراه دائما توصي في بنتها اللي جابتها من كرشها، وتوصي فيها دائما تقول لها لازم دائما دارك نقيه وتكوني نتيا للاهم، واللي فوتك بالكثره فوتيه بالبكره، يعني تنوضي بكري. يعني لا رحتي ناس البيت وكان العدد كبير وما قدرتيش نتيا بشغلك الاخر تلحقيهم، انت دائما بكري عليهم وخدمي شغلك الاز. وكانت بزاف كيما كان نعطيها واحد الكم من المعلومات تاع ناس زمان تاع بكري كانوا يهضروا غير بالمعاني. نشفى ماني كانت تقولنا دائما لازم المراه قبل ما تخرج من شمبرتها وقبل ما تخرج من بيتها اللي هي بيت الخيام نقولوا احنا تاعها،
لازم تكون عينيها مكحلين، السواك مسوكه، والشعر ممشوط، والشعر كيما نقولوا الا مشطات واش ديروا تمشطوا بالطبع ولا ديروا فولاره. ما تخليش كي تكون طيب جامي تخلي شعرك متلوق. كانت توصي بزاف وصايات. اما لا كيما نكمل لكم الحكايه هذه، كانت هذيك توصي في بنتها ومسكينه ربيبتها كانت تسمع غير من ورا الباب، ولا تسمع في الكولوار، ولا تسمع من جهه. كتب ربي وتزوجوا هاد البنات في زوج، كل وحده وراحت لدارها. يوم من الايام قالت والله اليوم ندير لا تورني على البنات توحشتهم. راحت فاتت وين فاتت في بنتها تاع كرشها اللي زيدتها من كرشها. راحت للدار عندها، دقدقت عندها. كي دقدقت فتحت عليها الباب، تضربها الريحه قوجه، ريحه ما نقولكمش هي كيما نقولوا ريحه كريهه، ما قدرتش تتنفس منها وطلت على بنتها، لقاتها شعرها مشنشف، حالتها حاله، حوايجها مبهدلين، ولادها ماشي غاسلين، اطيابها ما راه طياب. طلتها كيما نقولوا ضربت طلها هكذا خفيفه على بلاكار تاعها، لقات كل شيء يتسايح، هذاك السكر في جهه، القهوه في جهه. قالت لها واش يا بنتي؟ قالت لها يا ما ديك ما وصيتيني، قلتي لي خبي شويه من السكر، خبي شويه من القهوه، خبي شويه من السميد، خبي من الاخر. قالت لها راني درت واش وصيتيني. قالت لها هكذا اللي وصيتك، هذه هي اللي وصيتك. خزانتها ماشي مرتبه. كيما نقولوا واش وصات. الوقت ما يكفيهاش باش تقدر تخدم تنوض. قالت لها وقتاش عقداش كي تنوضي يا بنتي؟ قالت لها وقت ما ناضوا الدراري. قالت لها كش واحد ينوض وقت ما ناضوا الدراري؟ قالت لها يا اخي قلت لك بكري. الحاصل راحت هذيك قالت لها كاش ما طيبتي فتو؟ قالت لها ما عندي والو واش نطيب، ما جابش الراجل ما طيبتش. خزرت هكذا قالت لها مالا خلاص يا بنتي ربي يهنيك، وفدت روحها وخرجت. قالت والله غير نضرب دارا البنت ربيبتها اللي هي بنت راجلها تضرب طلة تما. دخلت طبطبت عليها، فرحت بها هذيك بنت راجلها. من الباب تضرب هذيك الريحه تاع النقا، واش نقول لكم، الريحه تاع النقا تضرب من هيك. وهي الله كيفاش مشطه شعرها، وكيفاش شعرها ممشوط، وحوايجها نقايه، وليداتها مغاسلين ومبدلين الله بالطبع والشان، وريحه الطياب تنفنف من البعيد. فطورها طايب، الفطور طايب، وهي كيفاش ماشطه وغاسله ونقيه الله، وليداتها نظاف كما غاسلين ومبدلين الله. الكوزينه هذيك تشعل، النقا يشعل، ريحه كما نقولوا ريحه النقا تضرب من البعيد. ومن بعد قالت ولا غنضرب طله في لي بلاكير تاعها، نشوف كيفاش راهي دايره بنتي. ضربت طله، لقات كل حاجه مستفه في بلاصتها، السكر في بلاصتو، القهوه في بلاصتها، السميد في بلاصتو، الفرينه في بلاصتها، ومخبيه كما نقولوا كل حاجه دارتها تاويلها. قالت لها يا بنتي كاش ما كاين فطور اليوم؟ قالت لها بيان سور يا يما العزيزه. قالت لها نسيتي واش وصيتي واختيتي؟ قالت لها كي كنتي كتوصي فيها. قالت لها انا ما عندي من الدجاج، عندي من اللحم، عندي مخبيه دائما حق الضيف، وانتي ضيفه تاج فوق راسك. المهم الحاصل هذيك المراه كي خزرت في بنت راجلها الله شافت مسكينه تحسرت على بنتها، قالت معليش. المهم راه كيما قالت النصيحه تاعي بالفايده. المهم يا البنات قلت تاخذوا في العبره. قالت لها وكيفاش راكي ديري مع التربيه وراكي ديري مع الدراري؟ قالت لها يما نسيتي واش قلتي لنا؟ قلتي لاختي، وقلتي لها باللي اللي يفوتك بالكثره فوتيه بالبكره. البكره قالت لها نوض بكري الصباح، دراري راقدين، نوجد روحي نغسل نطيب الفطور، نوجد لهم ماكلتهم، ندي ربعه راجلي يروح يخدم الله ونخدم شغلي في غردي، وكل حاجه في بلاصتها. المراه هذه قعدت تخسر، قالت صح هذه حرة الحراير، هذه اللي دارت في قلبها الفكرة، ودارت في قلبها الهضرة تاعي اللي كنت نهضرها لبنتي، ودارت شغل ندمت كي شغل كي كانت تفرق بين هذيك وهذيك. بصح شغل فادت هذيك الفايدة اللي كانت تهضرها لبنتها، فادت البنت الأخرى. ومن هذه البنات الحكاية ماذا بيا كما قالت هذه تاع ناس زمان، هادو الحكايات ندو منهم عبر، احنا نستفادوا منها ان ماشي ما نعرفوش نخدموا شغال، ما نعرفوش نطيبوا، ولا ما نعرفوش نفرزوا، ولا ما نعرفوش. لا كاين اولويات يا البنات نفوتوا فيهم هما الاولين. نفوت كما قالت ماني الله يرحمها، المراه كي تكون المراه ونص الله صباح قدها وشعرها وجهها هو الاول، كي اللي يشوفها يفرح، وهذاك اللي شعرها متنتف وحتى اللي يشوفها يهرب يا بنتي.
لا البنات خذوا من القصة هذه عبرة، وإن شاء الله تكون فادتكم يا البنات. ما تنساوش تخلوا لي تعليقات طيبة باش نفهم، باش نعرف إلا عجبتكم الحكاية ولا ما عجبتكمش، ولا استفدتوا منها ولا ما استفدوش، ونزيدوا كاش حكايات اللي تعرفهم نتوما، معليش ماشي مشكل نحطوهم لبعضنا ونستفادوا منهم. ماذا بيا حباباتي نشتركوا دائما في القناة باش يطلع نسبة المشاهدة، لأني صح كاسدت هذه الفترة الأخيرة، وسمحوا لي، وكاين راني حنعود بقوة إن شاء الله، راح نعود بقوة إن شاء الله ونكون معاكم، وراح تكون وصفات جديدة وكاين كما نقولوا الرجوع قوي إن شاء الله. إلى قصة ثانية إن شاء الله، مع قصة قالوها الناس زمان. إلى اللقاء.